مرحبا بكم في هذا الفيديو لنلقي نظرة على حياة ومسيرة لاعب كرة القدم المغربي الواعد أشرف حكيمي. أشرف حكيمي ولد في 4 من نوفمبر عام 1998 في مدريد، إسبانيا. ورغم ولادته هناك، فإن جذوره العائلية تمتد إلى المغرب. بدأ حكيمي حبه لكرة القدم منذ صغره، وتعلقت أسرته بهذه الرياضة، مما دفعه للانضمام إلى أكاديمية ريال مدريد. كانت بدايات حكيمي مع ريال مدريد بسيطة وواعدة. في أكتوبر 2017 شهدت ملاعب إسبانيا لحظة مميزة حينما قام حكيمي بأول ظهور له مع الفريق الأول في مباراة ضد إسبانيول. من هنا بدأت مسيرة حافلة بالنجاح، حيث أثبت نفسه كلاعب موهوب ومستقبل نجم مشرق في كرة القدم. كما هو الحال مع العديد من اللاعبين الشبان، قرر حكيمي الانتقال إلى أحد الأندية لكي يحصل على فرصة للعب بانتظام وتطوير مهاراته. تمت إعارته إلى بوروسيا دورتموند خلال مواسم 2018 إلى 2019 و2019 إلى 2020. هنا شهدنا كيف استفاد من هذه الفترة ليزيد من قدراته وينمو كلاعب. لم يكن حكيمي مجرد لاعب في بوروسيا دورتموند، بل كان أحد الأعمدة الأساسية في الفريق. تألق بشكل لافت في الدوري الألماني، حيث كان قوة دفاعية لا يستهان بها ولاعب هجومي مبدع في نفس الوقت. تميز بسرعته الهائلة وقدرته على المشاركة في الهجوم من الجهة اليمنى واليسرى. في صيف عام 2020 انتقل حكيمي إلى إنتر ميلان بصفقة كبيرة. هنا تم تقديره كلاعب بارز وقيمته لم تكن قليلة. تألق مع الفريق الإيطالي وأثبت أنه يمتلك القدرة على التألق في الدوريات المختلفة. بالإضافة إلى مسيرته النادية، يمتلك حكيمي سجلاً دولياً مميزاً مع منتخب بلاده المغرب. شارك في بطولات عديدة منها كأس إفريقيا، حيث كان له دور مميز في دعم فريقه والمساهمة في تحقيق نتائج جيدة. باختصار، أشرف حكيمي هو مثال يحتذى به للاعب الشاب الذي نجح في تحقيق أحلامه في عالم كرة القدم. من بداياته مع ريال مدريد إلى تألقه مع بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان، استطاع أن يكتسب احترام الجميع بمهاراته المميزة وقدرته على التأثير في المباريات. بفضل هذه المزيج الرائع من القدرات والإصرار، يبدو أن مستقبل أشرف حكيمي مليء بالإنجازات والتحديات المثيرة. شكرا لكم على المشاهدة، ونلتقي في مقاطع فيديو قادمة لمزيد من الأخبار والمعلومات.